اول حاجه معايا بصلايه مبشوره، احط عليها شويه فلفل اسمر، شويه ملح، 7 بهار، معايا دبس رمان. هنتبل الفراخ قبل ما ننزل عليها طماطم ولا اي حاجه. انا غاسله فراخي كويس قوي اهي، هوريكم انا هعمل فيها ايه. انا مخليه الفراخ زي القشطه ازاي ومفتحاها. ارفعي الجلد بقى بتاع الفرخه، دخلي التتبيله دي فيها، بصي بالشكل ده. ارفعي جلد الفراخ، انا شايلاه ومنضفاه وفتحاها كمان. تعملي كلهم بالطريقه دي كده. احنا تبلنا الوراك، هنركنها بقى على جنب. معايا حوالي كيلو الا ربع من الطماطم، بنزل عليهم ببصلايه صغيره. دي بصلايه بس مقسومه 2. بنزل عليهم شويه من دبس الرمان. معايا بقى البهارات: فص من الثوم، 1 مكعب مرقه، فلفل اسمر، ملح، بابريكا، 7 بهار، شويه صغيرين من الزعتر، سنه شطه. هنا انا فرمت الطماطم بالبصل بالبهارات بتاعتها، هنركنها برضو على جنب واوريكم الخطوه التانية. هنا معايا بوله فيها كيلو من البطاطس، مقشراه ومقطعاه حلقان، ولا هي رفيعه ولا هي تخينه، تمام. وبصلايه برضو منضفاها، اقولك هعمل فيها ايه دلوقتي. بتاعتي في الصينيه، انزلي بالتتبيله بالبصل اللي احنا كنا متبلين بيه الفراخ بالشويه اللي فاضوا مننا. يبقى هنا التتبيله اللي هي فاضت من الوراك نزلنا بيها بالبطاطس. خلاص، انزلي بنص كميه الطماطم اللي انت ضرباها. نقلب برضو كويس وساوي بقى هنا الخليط اللي انت عاملاه. اما البصلايه هنزل بنصها على البطاطس، نص التاني على الفراخ. قطعيها كده حلقان بالطريقه دي. بصوا بقى، هاتي الوراك بتاعتنا، رصيها بالشكل ده. وبقية البصلايه بتاعتنا خرجتيها برضو حلقان كده او جوليان. هنا انا بسوي البصل، وهتنزلي ببقيه كميه الطماطم بتاعتك. بعد ما احنا سوينا الطماطم، معلقه سمنه بقى على وش الفراخ كده عشان تطلع محمره وجميله. هنا حطينا صينيه البطاطس بتاعتنا على النار تستوي. من عقبال بقى ما تستوي نكون عملنا شويه رز حلوين كده بشعريه. انا حاطه زيت على سمنه. انا متفقه معاكم ان الرز المصري بيتحط له لكل كوبايه رز كوبايه شوربه لكوبايه ميه، على حسب ما انت بتحبيه. الشعريه بتاعتنا اهي احمرت. انزلي بكميه الرز بتاعتك. انزلي بمكعب مرقه، شويه فلفل اسمر. قلبي الرز بتاعك كويس، ما تزيدوش على طول الشوربه او الميه بتاعتك عشان يبقى مفلفل معاكي ويبقى جميل قوي كمان. انا مش هحط له ملح لان انا هزيده بشوربه، حاطه له مكعب مرقه والمرقه بيبقى فيها ملح. لو انت هتزيديه بميه حطي الملح دوبيه مع الرز، بس انا هزيد بشوربه كده. احنا زيتنا الرز بتاعنا، اول ما يتشرب الشوربه بتاعته بنوطي عليه النار خالص. ومعايا الفراخ اهي على النار برضه لسه بتغلي اهي. عقبال بقى ما الرز يشرب معايا ميته
ونوطي عليه ويستوي وفراخنا تستوي نكون عملنا شويه ملوخيه. هنا انا حطيت الشوربه على النار، بحط فيها فص من الثوم وطرف المعلقه برضو سكر. معايا الشوربه اهي بتغلي معايا، هنزل بالملوخيه بتاعتي. قلبي بقى الملوخيه كويس. كل ما بتقلبي في الملوخيه بتديها عرق. ماشي. انا بحب اخرط الملوخيه بالمخرطه، ما بحبش احطها في الكبه. اللي حابب بقى يخرطها بالمخرطه ماشي، اللي عايز يعملها في الكبه ماشي، بس انا عن نفسي بحب اعملها بالمخرطه. وهنا الرز بتاعنا شرب شربته خالص، هنوطي عليه النار. شايفين شكل الرز بامانه تحفه. خليه بقى يكمل السوا بتاعه. وهنا الفراخ بتاعتنا بصي هي بتغلي، بس هي لسه مستوتش طبعا. ده شكل بقى الملوخيه، شايفين خضرها تحفه. ما تغليش الملوخيه بتاعتك كتير على النار عشان ما تحمرش منك ولا تسمر. دي طشه الملوخيه. معايا معلقتين من السمنه ومعلقه ثوم. نعمل بقى احلى طشه للملوخيه. الملوخيه الخضراء انا بحب احط لها كزبره ناشفه. هنا الثومه اهي داخله على الحمار، حطينا نص معلقه كزبره. شمي بقى ريحه الطشه بقى بتاعتك. شايفين الملوخيه بصوا خضرها وقوامها تحفه. كده انا طفيت على الرز بتاعنا. الفراخ بتاعتي استوي، يا دوبك ادخلها الفرن 10 دقايق وتطفي على الفرن وتولعي الشوايه تاخد لون حمار وهوريهولك. وهي دي شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. ايه رايكم بقى فيها؟ بامانه جميله جدا. شايفه؟ هنا بقى هنقدم الاكل، احنا خلصنا. بصوا شكل الرز بامانه تحفه ومفلفل وجميل. بصوا. وهنا الملوخيه وخضرها وجمالها بامانه كانت خطيره. شايفين القوام بتاعها؟ هنا المخلل الليمون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض عالقونه. بصوا قد ايه هو مزبد وحلو ازاي. شايفه الليمونه جميله. وهو ده شكل اكلنا النهارده. يا رب يكون عجبكم والفيديو استفدت منه.